تدش بعض دواوين الشباب يا اخي وتنصدم، تشوف الحبيب طلع سيجارته وولعها كنا العيد وبيده بطل غدبل ولا هام أحد. الله أكبر. أي استصغار للذنوب واستصغار لحرمة الشهر الفضيل. يا أخي هل أنت تدري أن بس الإفطار المتعمد في شهر رمضان ذنبه عظيم وكفارته عظيمة؟ فما بالك بالمجاهرة في نهار شهر رمضان. هذا نوع من التجرؤ على الله والاستهزاء بأحكام الله. يعني أمانة ما تخجل على نفسك لما تشوف الطفل الصغير يصوم ويفطر مع الكبار، وانت الشاب الكبير كم ساعة ما انت عارف تمسك نفسك؟ ما تخجل يا أخي؟ إمامنا الصادق عليه السلام شنو يقول؟ من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الإيمان. فما بالك اللي يفطر كل يوم في شهر رمضان؟ لكن في بعض الأحيان لازم نحسن الظن بالفاطر، لأنه يمكن يكون مريض وتعبان، وخاصة النساء لأنه يمكن يكون عندها عذر شرعي وما تقدر تصوم. ترى يبين من اللي فعلا فاطر ومو هام الصيام وبين اللي فعلا مريض وتعبان وعنده عذر شرعي. وبالأخير نصيحة صغيرونة حق اللي فاطر بعذر، وإن كان عذرك معاك إلا أنك لا تكسر حرمة الشهر بالأكل المباشر قدام الناس. شهر رمضان له خصوصية فحافظ عليها.